اليوم عنا قصة ملهمة جدا، جاي من مركز الهدى القرآني في بلدة نحف. والمميز في قصتهم مش بس حفظهم للقرآن، لا، هو قدرتهم على الجمع بين الحفظ والتفوق الدراسي. وهون بيجي السؤال اللي كتير من الأهل والشباب بيسألوه: كيف ممكن نوازن بين التزام ديني عميق وبين متطلبات الدراسة الصعبة؟ إخوة في الدرب ورفاق في حب الرب. لما نتخيل المشهد، أخوين جالسين مع بعض بيراجعوا بيسمعوا لبعض، الموضوع أكبر من مجرد مساعدة بالحفظ، صح؟ أكيد، أكبر بكتير. وهذا بيحول رحلة الحفظ الصعبة من مجهود فردي لمشروع مشترك، مغامرة عايشينها سوا. العقلية اللي تبنوها واللي غالباً بتيجي من توجيه صحيح هي إنه الانضباط والتركيز اللي بيحتاجوا حفظ القرآن. هو نفسه اللي بوصل للتفوق الدراسي. بالضبط، القرآن ما كان بيسرق وقتهم، بالعكس كان بينظم وقتهم وبيعطيه بركة وتركيز. هو تدريب ذهني وروحي بنفس الوقت. والمصدر بيشير بوضوح لدور المرشد مهران سعيد. دور المرشد هون محوري. هو مش مجرد مسمع للآيات، هو بصراحة مثل المهندس اللي بيبني هاي العقلية عند الشباب. هو اللي بيزرع فيهم فكرة إنه الدين دافع مش عائق. إذن صار عندنا دعم أخوي داخلي وتوجيه خارجي. طيب شو بالنسبة للهدف النهائي؟ المصدر بيذكر إنهم بيستعدوا لمسابقة الحفظ الرمضانية السنوية. شو دور المنافسة هون؟ المنافسة بتضيف بعد حيوي جدا. هي بتحول الممارسة اليومية لشيء له هدف واضح ومحدد بالزمن، وهذا بيمنع الروتين إنه يصير ممل. لكن الأهم من الفوز بالمسابقة هو الرحلة نفسها. وجود هدف تنافسي مشترك بيقوي روح الفريق بين الأخوين. يعني نجاح واحد فيهم هو نجاح للتاني. تماماً، بتصير منافسة إيجابية، بتدفع كل واحد منهم يكون أفضل نسخة من نفسه، مش عشان يهزم التاني، لا، عشان يرفعوا مستوى فريقهم ككل. إذن لما نجمع كل هاي الخيوط مع بعض، الرابطة الأخوية والعقلية اللي بتشوف الدين دافع والتوجيه الحكيم والهدف المشترك، بنفهم ليش قصتهم مش مجرد نجاح شخصي، هي فعلا مثل ما بيقول المصدر دعوة لكل الإخوة والأخوات في كل مكان إنهم يخلوا كتاب الله مشروعهم المشترك اللي بيجمعهم ويقويهم.